مرحبا بكم في إبداعات عربية على راديو إبداع العربي من القاهرة. يسعدني أن أكون معكم أيمن حلمي. اليوم نتحدث عن الشاعر محمد المصري. الشاعر المبدع محمد المصري مؤسس صالون المصري الثقافي ورئيس لجنة الأدب بآتيليه فناني العالم، ويصدر عنها مجلة الآتيليه الورقية. لقب الشاعر الفنان محمد المصري بشخصية متميزة، ولقب بأنه فنان متعدد المواهب الأدبية والثقافية. هو شاعر مبدع يمثل الوطن العربي والحب والخير والجمال. هو كاتب وشاعر وإعلامي وفنان في تصميم الدعاية والإعلان للمهرجانات والمنتديات الأدبية والثقافية. صدر للشاعر محمد المصري ديوان ضي القمر وديوان رسائل عاشقة. ما زلنا نتحدث عن الشاعر محمد المصري من خلال برنامج إبداعات عربية على راديو إبداع العربي. وله تحت الطبع ديوان سفيرة من أهل القمر. نشرت قصائده في عدة جرائد ومجلات مصرية وعربية، وأيضا شارك بقصائد نشرت بدواوين مجمعة للشعراء العرب بعنوان مساءات الحب والصمت، آخر كلام القمر، شتاء بلا مطر، على عذبات الوتر، وجهات نظر، عشق السنين، جغرافيا الحلم، ظل قمر. تمت محاورته من الإعلامية العراقية نضال العزاوي مع مجموعة من الشعراء العرب، وصدر الحوار في كتيب بعنوان شعراء الإسكندرية على طاولة الحوار. وأيضا كتب عنه في كتاب صدر بالعراق بعنوان أنتم في القلب للإعلامية الكبيرة العراقية نوال العزاوي. حصل الشاعر محمد المصري على العديد من شهادات التكريم من المنتديات والصالونات والمهرجانات الأدبية والثقافية في مصر والوطن العربي. حصل على درع المهرجان الصيفي الأول لشعر الفصحى بالإسكندرية لعام 2016. حصل على درع المبادرة القومية عام 2017 عام الثقافة والإبداع. حصل على درع صالون قيثارة الفني الإبداعي، كما أنه حصل على درع المحبة والسلام عام 2017 من مجموعة سيدات سوريا الخير. كما حصل الشاعر محمد المصري على درع مجلة الحلم العربي.
حصل على درع الإبداع والتميز من مؤسسة فرسان عمود الشعر الثقافية، كما حصل على درع الاتحاد الدولي للأدباء والشعراء العرب، وحصل على درع ملتقى الإسكندرية الدولي السابع. حصل الشاعر محمد المصري على درع جريدة كنوز عربية، وحصل على درع ميدان السجال الجولة الأولى امرئ القيس. أجري معه حوارات إذاعية عديدة في الإذاعات المصرية، وأيضا لقاءات عديدة في التلفزيون المصري الهيئة الوطنية للإعلام. تحية شكر وتقدير وعرفان لهذا الجهد الكبير مع المبدع الشاعر محمد المصري. وما زالت مصر عامرة بالأدباء والمبدعين والمبدعات في كل الألوان الإبداعية. نتمنى له مزيدا من التألق والرفعة، وتحيات أسرة إبداعات عربية للشاعر محمد المصري. وأنقل لكم تحيات الإذاعية زينب مذكورة، الإشراف العام لراديو إبداع العربي من القاهرة. كل الشكر والتقدير لحسن الاستماع والمتابعة. كنت معكم أيمن حلمي.